بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل طاجن مكرونه زي بتاع المطاعم واحلى. خلي حضراتكم الخطوات دي تتبعوها. معلقتين زيت في الطاجن وندهن الطاجن بيه كويس جدا. هنحط عليه طبقه لحمه مفرومه متعصجه بالطريقه اللي حضراتكم بتعملوها، ملهاش طريقه معينه. عليه كيس مكرونه من غير سلق 400 جرام. ونحط بعد كده الصلصه بتاعتنا عباره عن طماطم فريش، بصل مدبل، عليه توم، عليه فلفل اسمر، عليه ملح، عليه كمون، عليه بشرة بلح جوز الطيب. ومعانا مج صغير من المرقة بتاعت اللحمة حطيناه عليهم. هنغطي الطاجن ده ونحطه في فرن لمدة ربع ساعة على 200 درجة حرارة. طب اللي ما عندوش غطا يحط عليه ورق فويل ألمونيا. خلاص الطاجن حطيناه وطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. مش هقولك على الريحة، مش هقولك على الطعم عامل ازاي، لا جربوه حضراتكم زي ما انتم عايزين. ودلوقتي احنا هنقلب الطاجن. قلبناه زي ما حضراتكم شايفين. هو سخن جدا، خلي بالك لسه طالع من الفرن. نحاول نجيب اي حاجه نمسكه بيها بس عشان نشيل الطاجن. اللهم صل على النبي. حاجه جميله جدا، حاجه فخمه، طعمها جميل، مضمونه لبيتك ولعيالك. اللحمه انت عارفاها وجايباها بايدك وفرمها. مش محتاج ان انت تاخدي لحمه من بره مش عارفه مصدرها ايه ولا هي معموله ازاي. لا، انت اللي عامله اللحمه بايدك، عامله المكرونه بايدك، عامله الصلصه بايدك. كل الخطوات دي حفاظا على صحه اسرتك، حفاظا على صحه اسرتك. ناخد بقى حته فلفلايه صغيره كده نعمل منظر بيها بس كده. والطاجن سخن جدا طلع بخار زي ما حضراتكم شايفين. مش هقولك بقى على الطعم عامل ازاي، لا، جربيه بنفسكم. جربوا الكلام ده بنفسكم وشوفوا انتوا طعم الطاجن ده عامل ازاي. محتاج دعمكم، محتاج تعليقات على الكلام دوت ورأيكم بصراحة في الطاجن ده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.